الكبة اللبنية الشامية بدون ماكينة، وسر التماسك وسر اللبن الناجح بدون ولا غلطة. والمقادير بالتفصيل بآخر الفيديو. كوب من البرغل وكوب من السميد، معلقة صغيرة من الملح، بنخلطهم كتير منيح، وبعدها بنضيف عليهم كاستين من المي المغلية وبنغطيهم بالنايلون وبنتركهم نص. هلا بنروح لحتى نحضر اللحمة. بناخد كوب من اللحمة تكون هبرة، بنحط معها ربع كوب من المي، معلقة صغيرة من الملح، وبنضربهم بالبلندر لحتى يصيروا مثل المرهم تماما. هلا بنرجع على البرغل اللي تركناه نص ساعة، وبنلاقيه البرغلة اتفتحت لكن لسه ناشفة وقاسية. هون رح نضيف اللحمة يلي خفقناها، ورح نحط فوقها نص كاسة مي، ورح نحط معها ملح وفلفل وبصلة مبشورة. ندعكن، واذا لقينا العجينة قاسية رح نضيف لها بخات من المي الباردة طول ما نحن عم ندعكها لحتى تصير معنا بهذا الشكل. وهلا رح نحضر الحشوة، شوية زيت مع اللحمة وملح وفلفل وبنقلبهم لحتى يتغير لونه. بعدها بنضيف عليهم البصل المفروم، تقريبا 5 بصلات، وبعدين بنتركهم ليبردوا. بنبلش نحضر الكبة. بناخد قطعة وبنحفرها، بس ما بنخليها رقيقة لأنه الكبة اللبنية لازم تكون سميكة، وبنحشيها وبنسكرها وبنحضر طنجرة فيها مي. بنخلي المي تنغلى مع ملح، وبننزل حبات الكبة فيها، بنخليهم يغلوا على النار من دقيقة لدقيقة ونص. بعدها بنشيلهم وبنبلش بتحضير اللبن. هلا اللبن 5 كاسات من اللبن. الزبادي بنحط عليهم كاستين من المي، بنحط عليهم معلقتين كبار معرمين من النشا كورن فلاور، وبنحط عليهم ملح، بنخفقهم على البارد. بعدين بنحطهم على النار وبنضل بنحركهم لحتى يغلي اللبن. بننزل حبات الكبة فيهم وبنخليها تغلي من دقيقة لدقيقة ونص. بعدين بنسكبها. استنوا شوي لورجيكم تماسكها كيف بيكون. رح يكون التماسك بهذا الشكل، عم نقطعها شمالها طرية، ومثل ما لكم شايفين رائعة. صحة وهنا. المقادير بآخر الفيديو بالتفصيل.